أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعلم قاتله ابن ملجم، ويعلم زمان قتله، إنها الليلة التي وعدنيها رسول الله، ويعلم مكان قتله عندما يريد أن يخرج إلى المسجد في ليلة 19 من شهر رمضان. الإوز تصيح في وجهه، فيقول الإمام: صوائح تتبعها نوائح. أم كلثوم تقول له: يا أبه لا تخرج هذه الليلة إلى المسجد، أحست بالخطر كما يبدو. الباب يتعلق بمئزر أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو بثوبه، فيقرأ الإمام صلوات الله عليه: أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك أو بناديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها تعلم بما يجري عليها بين الحائط والباب، وفي نفس الوقت تذهب، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. الإمام الحسين صلوات الله عليه يعلم بمصرعه ويخبر بمصرعه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، ويحدد المكان بين النواويس وكربلاء. هذا مو إلقاء للنفس في التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا بحث عميق